مرحبا، كيفكم؟ اليوم بدي احكون عن جولة في بيتنا الجديد في دبي بدون العفش. فهذا هو البيت اخترناه بدبي. خلاص استقرينا فيه، ما استقرينا يعني من جوا يعني خلاص ما في خيار تاني. طبعا ما كان من ولا البيت اللي كان بالبيت القديم، لانه لقينا هذا احلى منه، وانتم رح تشوفوا الفرق وحتحكوا عن انه هذا احلى منه، وكثير متحمسه تشوفوه. على فكره روان وانا اليوم اول مره نشوفه واغرمنا فيه. ايوه، واخترنا غرفتنا على طول يعني، وفي كثير بنفتس حلوه وكثير اشياء حلوه حنورجيكم اياها معنا هسه. وانا وريان قررنا بهذا البيت انه نكون مع بعض بالغرفه، احنا تنزلوا هيك يعني وكذا. خلينا اورجيكم هذا البيت من برا. اوكي سكر الضوء بس، تعالوا معنا. تفضلوا في بيت روان وريان الجديد. شوفوا المساحة البيت انه قديش كبيرة، ما مورجيهم. هاي المساحة حابين نعمل منها عشب، منها مسبح، منها زراعة، منها اشياء، منها قعدة. طبعا هاي المساحة الرملية كلها رح تتغطى بالعشب الأخضر، ورح يعمل في عادات حلوة، وهاي كمان طبعا، وفي لسه ورا مليانة مساحة. وهذا شكل البيت من برا. اوكي زي ما شايفين هون في كثير أضوية حلوة بالمدخل، ورح نغطي المكان بعشب، وكمان في المنطقة الخلفية نفس الشيء، كل شيء رح يتغطى بعشب. يلا. وهذا البيت كثير مودرن وجونا وهيك، مو بيت يعني انه غير. في الوان. احنا كان بدنا بيت ابيض واسود وبني، وهذا هو اللي لقيناه. اشوف اكثر بيت بيرفكت صراحه. شفتوا هسه لفلفنا ب 50 بيت يا جماعه لحد ما لقينا البيت بيرفكت. قررنا ناخذ شيء كثير واو، ويعني بلبق على الاشياء اللي احنا بدنا اياها، عشان مو بعد 6 شهور يا جماعه ننقل زي ما سوينا المره الماضيه. اوكي جايز، طبعا هذا هو المدخل. عندنا هون درج، وعندنا هون علشان اي عربايه اي ترولي اي شيء تنزل من هون تطلع من هون، عربايه او شيء. وهون المدخل اللي هو الدرج. تعالوا معنا. طبعا لسه البيت بده تنظيف بس. مرحبا، هذا بيتنا الجديد. طبعا لسه في رمل وهيك، لانه هذا بيت جديد مش مسكون. احنا اول ساكنين له. لا مش قصدي مسكون بجن، قصدي مش ما سكن في راسنا جديد. شوفوا البيت يا الله. اوكي اول شيء ننتقل لهاي الصاله اللي هي اول صاله بالبيت. طبعا هون حنعمل زي قعده عائليه، كنب عادي، تلفزيون. طبعا اول شيء رح نجيب نفس اثاث البيت، ما حنغير شيء لانه لسه ما قررنا. بعدين تعالوا لهون، وبعدين رح نعمل عفش جديد، ورح نعمل عفش بيب على البيت. هاي الصالة الثانية. هاي الصاله الثانيه اللي اتوقع بتكون صاله ضيوف، مش عارفه رح نبدل، بس هاي هي الصاله الثانيه. خلاها هاي اطول، هاي اطول هيك عرض. وبعدين هلا رح نطلع على هناك، هاي غرفة خالد يا جماعة. قلنا بدكم جو غرفة خالد نقنعه. طبعا احنا اخترنا غرفة خالد ضمن الفكرة. لو هيك بده شيء. هاي الغرفة مساحتها كثير كبيرة بالحقيقة، وشوفوا ما أحلى الأضوية اللي فوق. طبعا ملاحظ زي ما شايفين هاي النوافذ رح نغطيها بستايل أو نغطيها بطريقة حلوة. وفي اوريدي خزاين بتلبق مع الباب تبع المدخل. هاي الخزاين، شوف في خزاين فوق، شوفوا هاي اول خزاين. قلت في خزاين هون فوق، في هون مراية، في هون مراية خالد يا جماعة. اوكي مشوشة. وهون في مراية. بعد نفوت هون الله يكرمكم الحمام. شوفوا هون زي ما شايفين رح نحط ازاز شاور بوكس عشان نغطي المي. ايوه هون رح نحط ازاز عشان المي ما يروح لهون، بس ازاز للشاور بوكس. وشوف المراية تاتش ويب ويب. هنسكرها عشان صار حامي. يا جماعة شايفين شكلنا زي الميتين. جايز شايفين شكلنا هيك شوي ونوع عرضنا، لانه صار من الصبح ملفلف بالرطوبة والحر. وين يا جماعة هربت. هلا تعالوا نورجيكم الجهة هاي. اوكي هسه حنورجيكم هاي الجهة. تفضلي. طبعا هاي الجدول شوي بس مع الدرج، بس ماما قررت انه تحط العاب ايلا هون. هم دائما تحت الدرج، بس هاي مساحه احلى لايلا حتى تلعب. في هون كمان. في هون كمان، يعني هاي مساحه اللعب للاطفال. اي طفل بيجي عنا هيز ويلكم هون يجي. هذا الضيوف يعني هذا هو مكان الاطفال، بس ممنوع في مكان ثاني. تفضلي. استقر بالبيت على طول. هاي الصالة الأولى، وجانا وياها، وهي الصاله وياها. من هاي الصالة الثانية. طبعا هون احنا قررنا نحط زي مرايه رحنا اياها عشان تخبي هذول. الفكره هون في الحمام تبع الضيوف، وهسه بنيجي على الحمام الضيوف. طبعا زي ما بتشوفوا هون الدرج هيك مفتاح، بس يبص تمسك مفتاح الحرة. ايوه وشوف الحمام كثير حلو.
الزيت كمان مش نظيف والمي كمان سوا نظيفة. البيت لسه جديد واحنا شفناه اول ناس. بعدين هذا الحمام كمان حمام وضيوف كمان زي ما قلت لكم شيء برا الأضوية كلها تحتها في كاميرا مراقبة عشان تصور واحد جوا البيت برا البيت. فيكم تفتحوا سبيكر، فيكم تصوروا الناس اللي بفوتوا عندكم قبل المطبخ. قبل المطبخ. وهون نيجي على مكتب بابا الجديد. بس هاي ما رح نعملها مكتب لبابا، هون مكتب لبابا للتعديل والتصوير. وهون رح نعمل ما بعرف خزانة أشياء ما حقولكم شو. هون رح نعمل شيء ثاني بس ما حقولكم كمان. وبعدين نيجي على المطبخ اللي احنا حنسويه بس لاشياء خفيفه عشان في 3 مطابخ بهالبيت. الاندومي. عشان الاندومي. حاول لكم شيء. النسكافيه. انا بحلف هون انه اذا هذا المطبخ ما طبخت فيه شيء ما بكون اسمي روان. لا ممنوع. لانه هذا مطبخ زمان فيه كثير حلو. هون عندنا هاي حطوا فيها كل الاكلات اللي بتتخزن. وهون فيها كاسات. شوفوا معلقه الأساسات تطلع هيك في كمان مساحة. طبعا هاي ما ركبنا احنا هي هو هيك البيت. هاي ثلاجة تحط لها الايس كريم ولا هيك اشياء يعني. وتحت عنا الفريزر يحطوا فيه ثلج وايس كريم وقتها. طبعا يا جماعة ماما ما بدها البيت يتوسخ ونجيب العيد فقررت تسوي شيء حلو. وهون كل الخزانات ونيجي لهون في هاي المساحة الحلوة تحط فيها اشياء. ما بعرف مش عارفة نحط. المهم هون في غاز بلت ان. وهون في غاز مايكروويف وفي مايكروويف وفرن. هلا تعالوا اوريكم المطبخ الحقيقي. تعالوا اورجيكم يا جماعة مطبخ ماما الحقيقي. تفضلوا. المطبخ موجود بالملحق علشان ريحة الأكل ما تطلع للضيوف اللي بيجونا لما نطبخ. هذا هو المطبخ. هذا هو المطبخ الكبير. شوفوا ما أحلاه. هون حنحط الفرن، هون حنحط وين لو مش عارف وهون في ستور للأكل الأشياء كلها. تعرفوا شو أحلاه؟ كثير مساحته كبيرة. طبعا زي ما شايفين المطبخ بده تنظيف، البيت كله رح يتنظف ويصير لملم. اوكي وتعالوا نشوف هون شيء. بكل غرفة تقريبا في منها هاي فيكم تتصلوا، في حد يرن عليكم، إذا أنا بالمدرسة ما رحت البيت برن بسرعة بيفتحوا لي الباب، وفيني هون أصور برا البيت وكل شيء. نشوف صورنا حتى. هاي سيارتنا برا هلا. اوكي تعالوا نكمل يلا. وهون عندنا هاي الغرفة. هاي هي غرفة العاملة. طبعا شوفوا مساحتها كثير كويسة، مساحة عنا البيت هي. ونيجي لهون هذا هو حمام العاملة كمان. والله حلو، تكنولوجيا أكبر من حمامي. والله. هذا هو. تعالوا معنا برا. هذا هو المطبخ هلا. وهذا يا جماعة الباب الخلفي للبيت، وهون راح ندهن الأرض خضار يا جماعة. يعني حنسوي مسبح، هناك خضار. شوفوا المساحة ما أكبرها وما أحسنها. أنا إذا في فيديو عليكم زيرو أصحاب. يلا تعالوا نفوت ونكمل الطابق الثاني. طبعا هلا أحلى ميزة بالبيت إنه فيكم تشبكوا أغاني بلوتوث أو أي شيء بدكم إياه بكل البيت. هون أنا حشبك موبايل مثلا وكل البيت حيطلع أصوات كأنه هو البيت يعني. أيوه كأنه البيت في سماعة. أيوه في سماعات كل أغنية بس مشبوك. ان شاء الله بفيديو جوله بيتنا وفيها فيش حورجيكم كيف بشتغل. هلا تعالوا فوق شوفوا الدرج مبني. وهذا نفس الشيء يا جماعه كاميرات مراقبه بتسكر بفتح المكان بدكم. تعالوا معنا لازم شيء حلو وعشان اي لمبه استخدامها تبقى من هون بالشارع. اهلا فيكم بالطابق الثاني. حنلاقي هاي الغرفه. تعالوا هاي الغرفه اثنين. هاي الغرفة رغد اختارتها كثير حبيتها اختارتها. هاي الغرفة الوحيدة اللي أرضها لونه خشبي يعني خشبي جاي. زي غرفتي أنا ببيتنا. لا كله نفس الأرض بس أنت عملتها لونه. أنا عملتها. وهون زي ما شايفين عندها 5 خزاين ومراية. 6 خزاين. وهذا حمام الله يكرمكم لسه حتركب شاور بوكس. يب ونفس الشيء يعني ميز طبيعي. يس كل الحمامات هيك. يب. وطبعا هاي قاعدة فوق العيلة نطلع من الغرف كلنا بنقعد هون نحط قعدة صغيرة وهون حنسوي كوفي ماي مطبخ تحضيري. مطبخ تحضيري يعني. وهون في عندنا بلكونة كثير كبيرة وواسعة وبتطل على برا البيت.
وزي ما شايفين يا جماعه هاي القعده هاي القعده الطابه الثانيه هاي هي القعده عندنا 4 غرف 1 2 3 4 واحده تحت وكمان غرفه ثانيين. تعالوا هالغرفه يلا تعالوا عشان اورجيكم غرفه الملكات روان وريان. تفضلوا. مش دلع بس طبعا انا ريان لانه توأم حط سريري انا كثير كبير وانا وياها مع بعض يب وحنجيب 10 جيب هاي غرفتنا وغرفتنا كثير الواقع مع مساحتنا. طبعا زي ما حكينا لكم بكل حمام رح نركب شاور بوكس كمان تاتش. طبعا احلى شيء اللي عجبني انه شوفوا كيف الديكور كثير حلو ومظبط بالنقش بالتنقيش. وخلينا طبعا ونطلع من الحمام. هلا حتفوت غرفة الملكين ماما بابا ماما يا جماعة هاي الغرفة هاي كأنها صالة. يا هون نعمل عندنا البيت كله ازاز ومجنن كثير متحمسه انا. هلا حتى ما تبغى ايوه هلا وهون عندنا غرفة ميرا الكتكوتة. شوفوا احنا غرفة كبيرة يا جماعة. حمامها بجنن، حمامها روعة يا جماعة بجنن. حبيت فيها الأساس. ميرا الكتكوتة. يس. وهلا فوق في روف ما يخلق أطراف. في كثير فيها شكل بس بدك عليها. الفيديو الجاي اللي حيكون العفش حورجيكم اياه. هكذا تعبانين ومش لاقيين حالنا وحر وضروب. وطبعا هسه بما انه خلصنا مدارس وجينا على دبي ورح يكون في كثير فيديوهات حلوه كثير فيديوهات بالبيت كمان حلوه جديده سو كثير متحمسين. وكمان احنا لسه ما قررنا اي مدرسه. احكوا لنا بالكومنتات شو بتقترحوا علينا مدارس دبي امريكيه. يس وهلا هاد كان فيديو اليوم. اذا حبيتوا لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير اشعارات باي.